السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. صباح الفل عليكم، صباح الطاقة الإيجابية. تعالوا النهاردة نعمل أحلى كده فطار لرمضان بوصفات حلوة قوي هتشرفك على سفرتك. يعني تعالوا نقلب كده البيت. مطعم سوري. معايا كده بصل، وهعمل بيه كذا وصفة، مش هعمل وصفة واحدة، فهقطع كمية، يعني هقطع كذا واحدة. هعمل البصل كله بالمرة، بحيث ان انا كل اللي ابقى يعني كل اللي محتاجاه من البصل ابقى استخدمته. يعني هقطع كل الكمية اللي انا محتاجاها في الاستخدام. انا هنا بقشرها وبروح اغسلها، وبعدين باجي اقطعها في الكبة. طبعا هو يعني المفروض اقشر كله وبعدين اغسل كله وبعدين اقطع كله، بس انا كنت بستسهل ان انا اعمل واحدة واحدة. وبعدين اصلا انا مش بحب اخلي ريحة البصل تقعد في ايديا كتير، يعني بحب ان انا اول ما اقشر واحدة اروح اغسلها على طول، بحيث ان هي ما تمسكش الريحة في ايديا. هنا تمام. كنت خلاص نضفت الرخامة بتاعتي بقى، وبشوف الكبة بتاعتي عشان افرم البصل اللي جواها. فرمت كده الكمية بتاعتي كلها، والنهاردة الفيديو كله تقريبا هيكون على البوتاجاز، عشان اغلب وصفاتي النهاردة هنعملها على البوتاجاز. فيلا بينا بعد ما فرمنا كده البصل نشوف البوتاجاز هيقول لنا ايه. معايا كده البوتاجاز بتاعي، وهشغل 3 عيون، وهجيب 3 حلل. كل حلة بقى هنحط فيها، لا مش 3 حلل، هي حلة وطاستين. هنحط في حلة مية، نملاها كده مية، ومعايا طاسة ومعايا طاسة تاني. الحلة هملاها مية واحط فيها معلقة ملح ومعلقة زيت. تمام. والطاسة بقى هنزل بيها في البصل، هقسمه على طاستين، يعني كل طاسة هنزل بيها بنص الكمية. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل نجرسكو في طواجن فخار. يعني بصي الطعم حكاية، تحتاري وتختاري زي ما بيقول، يعني فعلا فعلا. الطعم معاكي هيطلع عظمة جدا. بعد ما خليت كده البصلة نشفت ميتها، بنزل كده بمعلقة من السمنة او الزيت او اي مادة دهنية عندك براحتك. وببدأ كده اخلي البصلة تصفر. براحتك بقى، انتي بتحبيها تاخد درجة ذهبي زيادة عن اللزوم براحتك، انتي بتحبيها تطلعيها فاتحة او تعمليها بيضة، مجرد ان هي بس تدبل في المادة الدهنية. شوفي ان اللي انتي بتحبيه واعمليه. انا اثناء ما تكون المية بتاعتي هناك كده سايباها عشان تغلي، هكون شغالة هنا في الطاستين دول، ايديا فيهم بقلب كل شوية في البصل بتاعي. بصوا هنا انا كنت محتارة. كان عندي كمية لحمة مفرومة قليلة، وكان عندي كمية بانيه، فمش عارفة اخلي انهي البانيه في انهي طاسة، واخلي اللحمة المفرومة في انهي طاسة. قاعدة محتارة ومش عارفة اعمل ايه. وقاعدة اشيل بصل من هنا احطه هنا، هشيله من هنا احطه هنا، وفي الاخر الحمد لله توفقت ان انا خلاص ظبطت كده طاساتي. حطيت هنا الفراخ بتاعتي دي متبلة في جنزبيل وليمون. تمام. وكنت سايباها شوية يعني في الجنزبيل والليمون، وبعدين نزلت بيها على البصل كده اديتها صدمة، وهنا نزلت باللحمة برضو على البصل، اديت اللحمة مع البصل صدمة كويسة. تمام. او هوطي على اللحمة، وهبدأ ان انا اقلب في الفراخ علشان برضو اخليها تاخد صدمة من كل اتجاهاتها قبل ما انزل عليها بالفلفل والطماطم. هعمل نجرسكو طبعا بالفراخ واللحمة المفرومة دي بنعصجها. ليه بنعصجها؟ علشان نعمل بيها صينية جلاش محترمة. زي ما انتم شايفين كده دي النتيجة النهائية بتاعتي. انا مش عارفة في مقطع بس مش عارفة راح فين. حطيت طبعا معلقتين صلصة طماطم على اللحمة المفرومة دي عشان لونها بحبه كده، وحطيت طبعا فلفل اسود، وحطيت ملح، وحطيت كزبرة. تمام. الشاورما بتاعتي برضو نزلت عليها بالفلفل والطماطم وكاري وبابريكا وكزبرة وفلفل اسود وملح. تمام. ووصلت للون ده. هنا طبعا انا ما كانش عندي شوربه، فرحت عملت شوربه، حطيت واحده مرقه في ميه، ونزلت بشويه الباميه الفرك اللي عندي. وبكده اكون خلصت تقريبا كل الحشوات اللي هشتغل بيها. هبدأ هنا اعمل في البشاميل، وتعالوا نشوف البشاميل. طبعا انا مكنتش واخده بالي ان الكاميرا مش ظاهره، او ان هي بعيده عن التصوير، يعني مش باين معايا. انا حطيت الدقيق وحطيت السمنه، وهعدل لكم بعد كده الكاميرا، بعتذر جدا، بس طبعا هقول لكم كل اللي انا عملته علشان تبقوا عارفين انا عملت ايه.
الاول فضيت المكرونه من الحله اللي انا كنت حطاها تغلي على البوتاجاز في ميه، فضيتها تمام. صفيت المكرونه، ما حطيتش عليها اي ميه، بس صفيت المكرونه كده على طول. وبعد كده حطيت معلقتين كبار كده من السمنه، وعليهم معلقتين كبار من الزيت، على نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه معياريه. تمام. هنا انا هعمل كميه. بصوا احنا بنحب البشاميل شويه، فبنحب نخليها فيها بشاميل. فهنا انا بعمل البشاميل بتاعي خفيف، هنشوفه مع بعض. هنا سبت بس كده البشاميل بتاعي يطشطش كده مع السمنه والزيت، وهبدا ان انا انزل بالميه واللبن بتاعي. انا مش بحط شوربه، بحط يا اما لبن يا اما ميه، يا اما الاتنين مع بعض. تمام. هنا حطيت كوبايه من الميه تقريبا، او كوبايه ونص، وبقيت الكمية نزلت بيها لبن. تمام. وهبدأ احط معلقة كبيرة او معلقتين من القشطة، بتديكي تيست تحفة. جربيها يعجبك جدا. وكمان لو في عندك جبنة نستو هتجربيها في البشاميل، هتعجبك جدا. هتحسي ان البشاميل كريمي كده، وحاجة صراحة فوق الخيال. بجد بجد هتندمي لو مجربتيش البشاميل بالطريقة دي. عندك فلفل بقى ابيض اسود حطي، وملح. تمام. وبحط طبعا انا مع القشطه اللي انا حطيتها دي، حطيت جبنه موتزاريلا عشان ما كانش عندي ساعتها جبنه نستو. بصي يعني مش كل انواع الجبن بتنفع، يعني موتزاريلا تنفع، نستو تنفع، بعد كده مش مفيش اي حاجه تنفع تاني. ممكن رومي برضه بتنفع. تمام. وهبدا بقى ان انا اقلب في البشاميل بتاعي، بحيث ان انا عايزه القوام بتاعه يكون خفيف، مش عايزاه يكون تقيل. هنشوف القوام مع بعضنا يعني، ما تستعجلوش. هوريكم كل التفاصيل وكل النتائج اللي انا هوصل لها مع البشاميل. وهنشوف كده مع بعض فيديو عظمة جدا، وسفرة لرمضان محترمة جدا. بس كده خلاص، نزلت بقى انا بالملح بتاعي والفلفل بتاعي، وكده كان البشاميل بتاعي خلاص خلص. هسيبه بقى لغاية لما يغلي. هنا صراحة كنت طلعت برا ونسيته اصلا، فهنا هاجي بسرعة كده اقلبه. كان ابني بيخرب حاجة برا والله يا جماعة، فطلعت برا فحسيت ان هو تخن، فبدأت كده انزل بسرسوب مية بسيط جدا. وهبدأ برضو انزل بيه بلبن يعني مع المية. بعد كده هحط لبن. وهنا بصوا القوام يعني بقى تحفة جدا. تمام. بسبب القشطة وبسبب الجبنة اللي حطيناها، بتخلي البشاميل يروح في حتة تاني. بجد بجد جربوه. هنا كده خلاص طفيت على البشاميل بتاعي. هنبدأ بقى ان احنا ايه، ناخد الحشو بتاعنا ده كده ونروح على الرخامة بتاعتنا، ونشوف احنا هنعمل ايه. اهو كده حطيت لبن، انا قلت لكم هحط مع المية لبن، بس انا كنت طفيت عليه على فكرة النار. ده كده القوام اللي انا كنت عايزاه. وهنا بقى جبت الطواجن بتاعتي والمكرونه الاسباجيتي اللي انا سلقتها. وعايزه اقول لكم ان المكرونه دي مش كيس كامل، انا تقريبا حطيت اقل من او اكتر من نص كيس بشويه. تمام. هنا بنزل بكميه حلوه كده من المكرونه، بس المكرونه النجريسكو ما بتحتاجش انك انت تبقي مكتره فيها المكرونه، بيبقى البشاميل اللي بيبقى اكتر بيبقى احلى. تمام. وهبدأ كده انزل بالشاورما بتاعتي، وهبدأ انزل بطبقة مكرونة تاني، وبعد كده بنزل بالبشاميل اللي فوقيهم، وببدأ احط جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، الجبنة المتوفرة عندك هتبدأي تنزلي بيها على الوش تحطيها. تمام. وبكده يكون اول طاجن خلص عندي. هجيب بقى هعمل طاجن تاني انا، هنشوف كده مع بعض. حطيت الموتزاريلا على الوش زي ما قلت لكم كده، وهبدا اركن الطاجن ده واجيب طاجن تاني ابدا ان انا اعمل فيه نفس الخطوات. احط شويه بشاميل كده في الارضيه، وبعدين انزل بشويه من المكرونه، شويه من الشاورما، وباقي المكرونه على الوش، وفوقيهم طبعا البشاميل بتاعي. هنا بصراحة البشاميل كان عظمة جدا زي ما انتوا شايفين كده، فكنت مستخسرة جدا ان انا ايه ارميه. فرحت قلت لا، ايه احنا اساسا بنحبه كتير في المكرونة، فحبيت ان انا اضيفه على الطاجن التاني اللي انا كنت مخلصاه. محبيتش ان انا اكبه يعني. وبدأت انزل بموتزاريلا تاني، حطيت موتزاريلا تاني، قلت مفيش اي مشكلة، هحط فوق وش الطاجنين بتوعي موتزاريلا من اول وجديد.
ودي كده اول حاجة هتدخل معايا الفرن. وهبدأ اعمل صينية الجلاش العظمة جدا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنا معايا معلقة سمنة على معلقة زيت، قلبتهم كده مع بعضيهم وبدأت امسح بيهم الصينية. وهنا انا وشغالة هفتكر ان الصينية دي كده صغيرة، وهبدأ ان انا اجيب صينية اكبر منها. هنغير الصينية في ثواني، يعني مش هتحسوا بأي حاجة. في ثواني كده هنغير الصينية، ندخل دي ونطلع واحدة غيرها، وبرضو هديها دهنة سمنة مع زيت. وابدأ انزل بطبقات الجلاش، وهبدأ ان انا اعد كده لغاية لما اوصل للنص، اللي يعني نص الكمية هخليها من تحت ونص الكمية التانية هخليها من فوق. انا ما بحبش بصراحة اني ادلق السمنة والزيت على الجلاش وان هو يصفي بعد كده. انا بحب ان انا احط على القد علشان ما اهدرش كمية كبيرة من السمنة او الزيت او المادة الدهنية بتاعتي اللي انا شغالة بيها عموما. وهنا نزلت بكمية اللحمة اللي انا معصجاها، شايفين لونها عظمة ازاي. ونسيت ما احط هنا برضو زيتون. هفتح تاني عشان احط زيتون، شوية رشة زيتون كده اهو مع الجبنة مع قصدي اللحمة المفرومة. وهنا ببدأ اقفل بقية الجلاش، كمية الجلاش اللي من فوق. تمام كده. وكده برضو تبقى صينية الجلاش بتاعتي خلصت. والبامية بتاعتي طبعا على النار بتغلي. كده يعني معظم اكلي خلاص استوى. وشوية سلطة خضرة بقى وكده، ونظبط التظابيط ونظبط الاداء. وبعدين تعالوا نشوف هنعمل ايه في الجلاش تاني. هبدأ اقطعه، انا بحب اقطعه قبل ما ادخله الفرن بيبقى اسهل عليا. وبعدين هجيب له بضاية وكوباية من اللبن، وهبدأ احط عليهم ملح وفلفل اسود. وهبدأ ان انا اضربهم كده كويس قوي مع بعض، وابدأ انزل بيهم على الجلاش. هنشوف كده الخطوات مع بعضينا، ما تستعجلوش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش لو انتي لسه بتتفرجي عليا لغاية هنا، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. اشتركي في القناة وفعلي الجرس. هتلاقيه تحت الفيديو كده اهو جنب الاسم، هتلاقي علامة الجرس، دوسي عليها ودوسي الكل. كمان لو ناقصك اي وصفات او مقادير هتلاقيها في صندوق الوصف اللي هو تحت العنوان على طول. دوسي على العنوان هيدخلك على صندوق الوصف. ورشيت كده رشة من الجبن. وهنا بدأت اعمل العصاير بتاعتي عشان كان خلاص بقى المغرب على اذان. فبدأت ان انا اجهز العصاير بتاعتي. وده الفطار اللي كان تاني يوم رمضان اللي قلت لكم عليه، واللي انا كنت بنزل منه مقتطفات من الزلابية ومن السوبيا. ويعني هنشوفه هنا بقى كامل، اللي هو فطار وسوبيا وزلابيا وكله على بعضه كان فطار من اوله واخره هنا كامل في الفيديو ده. طبعا كده ده تكملة الفيديو كلها. تمام كده. اول عصير خلص معايا وهو الكنتالوب. وبعد كده هنا ببدأ اغسل الشفشق واجيبه تاني، وهبدأ انزل اعمل بالمانجا. انزل بقى شوية المانجا كده بالجزر، التفريزات اللي عملناها مع بعض. وبعد كده انزل بالسكر والمية بتاعتي على حسب المقدار اللي انتي محتاجاه. وبتقفلي بقى الخلاط بتاعك وبتسيبيه يعيش حياته مع نفسه. تمام. وبكده برضو يكون تاني عصير خلص معايا. وصبيته في الشفشق بتاعه وركنته برضو على جنب. نبدأ نجيب تالت وصفة بعد ما نغسل الشفشق بتاعي. برضو نجيب وصفة التالتة، وهي تقريبا الجوافة. دي جوافة حمراء. تمام. ابدا كده انزلها واحط برضو عليها ميه وسكر، وابدا اضربها لا مش هحط سكر، بحط ميه واقفلها اضربها وبعدين اصفيها. وبعدين اضربها تاني بحط لها اللبن والسكر بتاعي على حسب الرغبه. تمام. هنشوف هنا مع بعض الخطوات برضو، متستعجلوش عشان اوريكم السفرة بتاعتي كاملة بعد ما خلصت الفيديو للاخر. هنا هبدأ اجيب معلقة وابدأ اصفي كده في الجوافة بتاعتي كويس قوي لغاية لما تصفى كلها. لو حسيتيها تخينة معاكي تقدري تزوديها شوية مية برضو، بحيث انك انتي تتأكدي ان هي اتصفت كويس قوي. الله اكبر، الله اعظم، والعزة لله.
هنا معلش فصلنا علشان الأذان، وكملنا بقى بعد الأذان. وهنا كنا خلاص خلصنا بقى الجوافة بتاعتي، صفناها كويس قوي. هبدأ ان انا ارجعها في الشفشة الخلاط بتاعي، وهشوف هحط لها لبن، هحط لها سكر، هحط لها ايه، وهبدأ اني انا انزلها اضربها تاني في الخلاط بتاعي كويس قوي. تمام. هنا هنزل عليها كده بحوالي ربع كوباية من اللبن وسكر وهضربها. هي كانت كميتها كبيرة شوية، فانا هقسمها يعني ايه، هضرب حبة في الشفشة، وبعدين هحط حبة تاني في شفشة تاني بحيث ان انا اخففها شوية. تمام. هنشوف برضو قوامها كده مع بعض اهو. تمام. وبعد كده هنشوف بعد كده السوبيا بقى بتاعتي اللي احنا اخدنا الجزء بتاعها ده ونزلناها في فيديو لوحده. جبنا بقى هنا، كنت لسه عاملاها، وجبت هنا العلبة بتاعتي، حطيت الاول المية والسكر والفانيليا، وبعدين جبت المية بتاعتي واخدت جزء من العجينة بتاعت السوبيا المحترمة جدا دي، اللي لو جربتوها فعلا مش تندموا نهائي عليها. وبدأت كده ان انا ايه انزل معلقة كبيرة من العجينة وسكر، وكمان المية هكملها للاخر، وهبدأ اضرب الشفشق بتاعي كويس قوي. هنا خلاص كده كنت زودت المية وضربت السوبيا بتاعتي، وهبدأ اجيب شفشق علشان افضي فيه السوبيا بتاعتي. شايفين الريمة الفوم حاجة عظمة جدا بجد. وهنا كده كانت العصاير بتاعتي خلاص خلصت، هبدأ اركنها على جنب، وهبدأ كده اجيب الاكل بتاعي بعد ما ادخل الفرن واستوى. شايفين القوام، بوريكم وهنا عظمة كانت جدا. الطواجن بتاعتي خرجت كده، ويا سيدي على احلى طواجن سوري تاكليها في البيت. هنا البلح بتاعي والعصاير بتاعتي، الطواجن المكرونه بتاعتي والجلاش، وطبعا سلطه خضراء والباميه بتاعتي. وبكده تكون ده فطرنا، كان تاني يوم رمضان. وبألف هنا وشفا عليكم، تقدري تعملي العزومه براحتك، واشوفكم